فيه شفاء للناس. الله سبحانه قال فيه شفاء للناس، العسل فيه شفاء للناس. يعني في داخل العسل هذا مواد، في بعض المواد إلى هذه اللحظة الآن نتكلم فيها لم يكتشفها الطب من ناحية علاجية. إلى الآن في نسبة معينة في العسل داخل في بطن العسل لم يكتشفها الطب. الآن مع كثرة المختبرات والمستشفيات وكذا، إلى الآن هناك نسبة مجهولة في العسل. فلعل مع تطور الطب يكتشف هذا الشيء لعلاج أمراض معينة. فعلينا أن يعني نقتصد في أكل العسل لمرض معين، أو إذا أنت لا يصيبك لست يعني مصاب بمرض، عليك أن تستعمل العسل لكن باعتدال ليس بكثرة. فحتى يعني الصغير أو الكبير نفس الشيء، لكن المرضع هناك أو الرضيع، الطفل الرضيع اختلف بعض يعني العلماء في علماء الطب وغير ذلك في يعني هل يعني يأكل أو لا يأكل، وأنا أتوقف لأن هذا أمر طبي لا يعنيني أو لا أعرفه جيدا ويحتاج إلى بحث وتحري. لكن العسل هو علاج لعامة الناس. فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك أي ذلك راجع إلى العسل وإلى النحل، إلى ما قلنا النحل والعسل. لآية، هذه كلها آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لمن؟ من الذي يراها آية؟ القوم الذين يتفكرون. القوم الذين يتفكرون في خلق الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآيات كلها بالإضافة إلى آية النحل، القوم الذين يتفكرون من المؤمنين هم الذين يستفيدون منها. فلذلك إذا أراد أحد أي واحد من المسلمين أن يعالج في هذا العسل، عليه أن يكون له يقين في قلبه أن هذا العسل علاج رباني من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه قال أن هذا علاج، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا هو علاج. فعلينا أن نكون متيقنين جدا بأن هذا العسل علاج. فاليقين هو الذي يجعل هذا العسل يشفيك. إذا كان عندك يقين أن هذا العسل من الله سبحانه وتعالى وليس من البشر. في رواية عند الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال اسقه عسلا، فسقاه فقال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اسقه عسلا، قال لم يشفي يا رسول الله، قال اسقه عسلا، فكررها ثلاثا، وفي الرابعة قال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا، فسقاه في الرابعة فشفاه الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل يدل على أنه ليس من أول مرة يشرب المريض العسل فيشفيه الله سبحانه وتعالى، ربما من ثاني أو ثالث أو رابع أو سابع مرة يشرب العسل بعد ذلك يشفيه الله سبحانه وتعالى من هذا المرض. فعليه أن يصبر حتى تتم عملية الشفاء. هذا بطنه استطلقه وكان في مرض في بطنه فشفاه الله سبحانه وتعالى في العسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، ولا ما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هوى، إنه هو إلا وحي يوحى. فلذلك العسل هو شفاء، وهذه رسالة من الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي محمد بيده إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. المؤمن شبهه الله سبحانه وتعالى بالنحلة. المؤمن شبهه الله سبحانه بالنحلة، يأكل طيبا ويضع طيبا ويأخذ طيبا ويعطي طيبا ولا يتكلم إلا بالطيب. كذلك النحلة تأخذ طيبا وتضع طيبا، وإن ذهبت إلى الغصن لا تكسره ولا تتلف الغصن ولا تتلف الزهرة، تأخذ الرحيق
وتذهب مرة أخرى. هناك بعض الحشرات يتلف، مثل الجراد، مثل بعض الحشرات يتلف قصر والزهور ثم يذهب. أما النحلة لا. فشبه الله تعالى المؤمن بالنحلة، وهذه مزية للنحل لأن الله شبهها بالمؤمن. ومن عجائب النحل سبحان الله، ومن عجائب النحل أن كل طائفة من النحل لها مجتمع الخاص فيها، لها مجتمع منغلق تماما، ولا تستطيع أي حشرة أو أي حيوان الدخول إلى هذا المجتمع. تخيل معي أن صندوق النحل أو صندوق الخلية، الطائفة التي تعيش داخل الصندوق عند العيون السداسية هذه وعند الأغراس، هذه طائفة مستقلة بذاتها، ملكتها موجودة وتحكمهم حكما جازما، وحكما يعني ليس كملوك الأرض، ليس كملوك البشر، إنما يسمعون كلامها سمعا وطاعة، طاعة عينياء، لا يزلون إلا في حالة واحدة، إذا صارت ميتة أو صارت مريضة الملكة يكون هناك تمرد من النحل. كيف هو التمرد؟ التمرد الشغالات تبحث، تحس أن الملكة ماتت لأن ريحتها خفت أو قلت أو انعدمت، أو إذا مرضت خف ريحة الملكة، لأن كل ملكة له ريحة تختلف عن ريحة الطائفة. ريحة الملك مميزة عن ريحة الطائفة، فعندنا نوعين من الروائح، رائحة الملكة ورائحة الطائفة. إذا انعدمت ريحة الملكة يعرفون النحل كلهم في الخلية أن الملكة ماتت، وإذا قلت الرائحة معناته أن أصابها مرض. فكل الحالتين يكون تمرد في الخلية. النحل ماذا يفعل؟ يبدأ يبحث عن يرقة شقالة قوية من العيون السداسية في الحاضنة، فيضع جرعة زيادة 3 أيام داخل العيون السداسية لهذه الشقالة القوية من غذاء الملكات، ويكبر البيت، العيون السداسية يكبرها حتى إذا كبرت هذه الشقالة تكون ملكة، ويسعها هذا البيت فيسمى بيت الملكة أو بيوت ملكية. فهذا البيت الملكي يختلف عن بيت الشقالة العادية، وكذلك البيت الذكر يختلف تماما، فيكون طاهر ويكون كبير، وغذاء الملكات يكون فيه أعلى وأكثر. فتخرج الملكة، فعندما تخرج الملكة، أو طبعا 7 إلى 8 ملكات بيوت ملكية يبنون بأفضل الشغالات. أول ملكة تخرج تذبح باقي الملكات التي لم تخرج بعد، فتخرج هذه الملكة الآن فتذبح الشغالات التي لم تخرج، ملكات التي لم تخرج، فيأتون الشغالات فيخرجون جثث هذه الملكات إلى خارج الطائفة، وتبدأ الملكة بعملية التلقيح، فتصدر صوتا ورقصة معينة يسمونها الرقصة الملكية، رقصة التلقيح، فيسمعها وينظر إليها كل ذكر في الخلية، فتطير على مستوى مرتفع فيلحقها الذكور كميات كبيرة. القوي هو الذي يستطيع أن يلقحها من فوق، حتى بعض العلماء قالوا تصل الارتفاع إلى 10 أو 20 أو 30 متر أو أعلى. كلما ارتفعت يلحقها الذكور الأقوياء، فيلقحها الأول يموت، فيلقحها الثاني يموت، إلى ما بين 8 إلى 12 ذكر يلقحها حتى تمتلئ الحوصلة، فترجع إلى الخلية فتبدأ وضع البيض. قبل أن تضع البيض، إذا كانت الملكة القديمة موجودة ومريضة يكون هناك صراع ملكي وجمهور، يضعون في ساحة المعركة في الوسط الملكتين ويتقابلان فيقتتلان. القوي منهما من يبقى في الخلية، والضعيف إما أن يموت أو يخرج. دائما القديمة هي التي تخرج أو تموت، لأن هذه فتية ملكة عذراء
وقوية، فهي دائما هي الفائزة على القديمة. فماذا يحصل بالقديمة؟ تأتي وتأخذ وصفاتها والنحل والشغالات القريبات منها وتخرج بالطرد، يسمونها طرد، تطرد من الخلية على شكل دائرة قطرها 3 نحلات والملكة في الوسط، وهي ككتلة دائرية تخرج ككتلة واحدة. قبل أن تخرج تبعث 3 أو 4 أو 5 نحلات يستكشفون المنطقة، أفضل مكان تهاجر إليه. فعندما يجدون منطقة فيرجعون إلى الملكة يقولون هذا الاتجاه وهناك المكان الجيد، فيخرجون كطرد واحد ككتلة واحدة، فيذهبون إلى شجر أو إلى جبل أو إلى خلية أخرى تضمهم، فيعيشون حياة أخرى. وأما هذه الطائفة الجديدة فالملكة الجديدة هي التي تحكمها برائحة جديدة ورائحة قوية وتسيطر عليهم تماما، وتبدأ في لحظتها أن تضع البيض. في الموسم الملكة تضع ما بين 1000 إلى 1500 بيضة في اليوم. وهذا البيض أغلبه طبعا في بداية حياتها كله شقالات، ما في ذكور، لأن البيض الملقح يخرج شقالة والبيض الغير ملقح يخرج ذكر. فلأن حوصلتها ممتلئة في السائل الذكري فيخرج كله شقالات في البيض. فتبدأ عملية جديدة، الخلية كأنها خلية جديدة، فتبدأ عملية جديدة. فبعد 21 يوم تبدأ الشغالات التي تخرج من البيض تذهب وتأتي لنا بالرحيق. فهذا الصراع كله والتحكم كله من ملكة واحدة في الطرد أو في الخلية نفسها. فهذا هو مجتمع سبحان الله منسق ومنظم وكل له دور. الشقالة أول ما تخرج من البيضة أول 3 أيام تنظف العيون السداسية من البقايا وتخرجها البقايا خارج الخلية، ما تضعها في الخلية، خارج الخلية. بعد ذلك تنظف، تبدأ تكنس الخلية، أرضية الخلية والعيون السداسية إلى مدى يعني 7 أيام. بعد ذلك تبدأ في الخروج إلى بعد هذه الأيام تذهب إلى تأتي بالعسل حتى إذا كبرت في السن بعد 21 أو 22 يوم تكون هي حارس للخلية، فتجلس عند بوابة الخلية. أي جسم غريب يدخل إما نحلة أو حشرة أو حيوان تلدقه، لأن سبحان الله السم في هذه اللحظة عندما تكبر الخلية أو عفوا الشقالة تكبر بالسن، السم يكون مركز وقوي، فلذلك سبحان الله يكون مكانها عند البوابة حارس.